الحدث حول هذا التصريح. ما الذي أهم الملاحظات التي يمكن أن تسوقها حوله؟ والله فعلا يعني في البداية الملاحظة الأولى هو أن مثل ما جاء في تقريركم أو في مقدمتكم استعملتم تعبيرا يغرد خارج السرب، يعني المثل العربي المشهور هذا فعلا يعني ينطبق على السفير السعودي في الجزائر أنه يغرد خارج السرب، بمعنى وحتى لست أدري هل هذا يعني خلفيته هو دبلوماسي حقيقي، لأنه من مبادئ الدبلوماسية هو أن الإنسان يعني يستوعب المجتمع الذي يشتغل فيه. لا تستطيع أن تسب البوذية في مجتمع بوذي، نعم، ولا تستطيع أن تسب النصرانية في مجتمع نصراني. يعني هذه من البديهيات لأي دبلوماسي حتى تكون رسالته يعني لها معنى، أنه يستوعب المجتمع الذي هو فيه. وهذا ما جانبه الصواب في ما قاله السفير السعودي في الجزائر. أنت كيف تأتي إلى يعني مجتمع مثل المجتمع الجزائري اللي هو يعني لم يمر عن جهاده يعني فقط 55 سنة، يعني مش تتكلم يعني الجهاد والاستشهاد يعني مش عمرها قرنين ولا ثلاثة في الجزائر، يعني عمرها 55 سنة ما زالت يعني اللي حمل السلاح ما زال حي، والناس اللي استشهدوا وما إلى ذلك. فإذا ذاكرة الجهاد وذاكرة مقاومة المحتل وذاكرة الاستقلال وذاكرة الاستشهاد ما زالت قوية حية في داخل الجزائر، فتأتي أنت في مجتمع مثل هذا وتوصف حركة تحررية أخرى مثل الشعب الفلسطيني الذي يقاتل يجاهد الآن ضد المحتل، وهنا يعني ربما هناك يعني مغالطة التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. ما الذي يعكسه؟ هل فقط هذا هو شعور الجزائريين وموقفهم من الحركة المقاومة أيا كانت؟ لأنه ربما حتى في الجزائر حينما يقال حماس فلا يقصد حركة حماس بذاتها، يقصد المقاومة بصفة عامة ومن يمثله حماس أحد أهم الفصائل. ما الذي تقرأه في ردة فعل الشعب الجزائري؟ وهل هي خاصة بهم أم هي خاصة بالشعوب العربية والمسلمة تجاه هذه القضية؟ شوف يا أخي سمير، عندما أعلن ياسر عرفات ميلاد الدولة الفلسطينية ما أعلنهاش حتى في الدول اللي كانت دول ما يسمى بدول الطوق، نعم، اللي أصلا كانت عايشة على الرهان على القضية الفلسطينية تقتات عليها، نعم، اللي هي مصر والأردن. لما جات للحظة لساعة الصفر باش يعلنوا دولة فلسطين ما قدروش يعلنوها في أي مكان، خوف من اللوبي الصهيوني العالمي. نعم. النظام الجزائري قال تعالوا اعلنوها هنا، وهذه تحسب نعم، وأعلنت يعني في الجزائر صحيح. يعني وأعلنت في الجزائر، نعم. وكثير من التحاليل تقول دفعوا ثمن كبير يعني من أجل هذاك الإعلان. حتى ياسر عرفات قال أنا عندما كنت أتحرك في العالم والتغطية أو الحماية اللي كنت أوجدها من هواري بومدين رغم أننا مختلفين معه داخليا سياسيا ربما فيما يخص يعني شرعية الحكم، نعم. لكن فيما يخص هذه الملفات الاستراتيجية هواري بومدين كان متناغم تماما مع ثقافة وروح الشعب الجزائري وثورته وجهاده. فإذا دولة فلسطين ما قدروش يعلنوها في ولا مكان إلا في الجزائر. في ذلك الوقت ما كانش موجودة حركة فلسطين، مما يعني حماس تقصد. عفوا يعني حركة حماس ما كانش موجودة في هذاك الوقت. كذلك يعني أنت تعرف يعني في حركة حماس يعني ولدت بعد انتفاضة 87. نعم. ديسمبر 87. التزام الجزائر بالقضية الفلسطينية والمقولة المشهورة الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة. نعم. ما جاتش في سياق انها حمايه الحماس. حماس بالنسبه للشعب الجزائري والذاكره الجزائريه هي تنظيم من التنظيمات الفلسطينيه. نعم. وبالتالي اذا جاءت حماس الان في السياق هي انما جاءت في سياق دعم المقاومه، مقصود به تحرير فلسطين. نعم. ارجاع المسجد الاقصى لحضنه كثالث حرمين للامه الاسلاميه. الجزائريين للقضيه الفلسطينيه ومستعدتهم للتضحيه جعل الكثير منهم يقول أن استقلالنا غير كامل في 62. ليش؟ لأن فلسطين لم تتحرر. جعل الجماهير الجزائرية في السنة الماضية المقابلة بالجزائر وفريق فلسطين تشجع فريق فلسطين ضد فريقهم وتصفق وتصرخ حينما يسجل الفلسطينيون. كل هذه لم تكن في أي شعب آخر ولم نرها بصراحة يعني للتاريخ هذا في شعب آخر. يبدو وكأنه كما ربما شرحت الشيخ علي أنه هناك جهل عميق بتاريخ الجزائر من قبل هذا السفير حينما يطلق مثل هذه التصريحات. بالفعل مثل ما يعني أنت
يعني بشيء قليل من الاطلاع على أحوال الساحة العربية وعلى أحوال الشارع العربي، وخاصة وانت في الجزائر، يعني لا تخطئ العين مدى التفاعل اللي عياره أحيانا عند بعض المحللين حتى العيار زايد شوي عند الشعب الجزائري. يعني هو القضية الفلسطينية وعدالتها هي محل ترحيب، وهي في قلب كل عربي وكل مسلم. نعم. لكن واضح مثل ما قلت في الجزائر العيار شوية مرفوع. يعني أنا حتى مرة سمعت في صدى الملاعب نتاع الصحفي هذا الرياضي اللي قدم البرنامج الأغا، نعم، يقول يعني أنا مذهول، مش قادر نتصور، يعني فهمناها أنه ممكن نستقبلهم في المطار كذا، أما لما يسجل الفريق اللي جاي من برا ضد فريق في مرمى الفريق اللي أهل البلد، والملعب 70,000 أو أكثر يقل أو يزيد، كلها بصوت واحد تهتف هتاف يعني ترتج له أركان الملعب، لأنه سجل في ملعبهم لكن من قبل من؟ من قبل فريق من فلسطين. نعم. هذا معناه ما تعنيه فلسطين في قلوب طبعا. الناس. فأنت يعني مجموع كل هذه المؤشرات الاجتماعية أنت المفروض لازم تقرأ ورقة على الأقل، يعني ملخص عن البلد اللي تشتغل واضح فيه. هو يبدو الرجل يبدو أنه مطلع على كل هالأشياء هذه، يعني عنده مدة في الجزائر يستغل ويعرف كل الأشياء، لكن ربما هناك شيء ما ربما لا نفهمه تفضل شيخ علي من قبل يدفعه لأن يتجرأ ويقول مثل هذا الكلام. ممكن لأنه أحيانا يعني حسابات حتى للنظام نفسه، أحيانا الاصطفاف السياسي يعمي. نعم صحيح. يعني ربما لأنه الآن في هذا من نسأل الله أن تمر هذه السحابة الأزمة على الدولة الخليجية إن شاء الله تمر بسهولة. لكن بعض الناس اصطفوا أكثر ملكيين أكثر من الملك. يعني المقولة الشهر